سنة 1924 صوت طلق ناري سمعه العالم كله، بس ما كانش طلق بارود، كان طلق قانون. مصطفى كمال أتاتورك أعلن رسميا سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية وانتهى زمن السلاطين. لحظة واحدة، إزاي راجل بدأ حياته بطل ينتهي بيه المطاف يهدم آخر رمز لوحدة المسلمين؟ أتاتورك شاف إن الخلافة رمز للتخلف، وإن تركيا محتاجة تبص للغرب مش للماضي. أول حاجة عملها لغى اللبس العثماني وفرض البدل الأوروبية. تاني حاجة منع الحجاب في الجامعات، استبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية، منع الأذان باللغة العربية، أغلق المدارس الدينية، وكل ده باسم الحداثة. الناس اتقسمت، ناس شافته مجرم تاريخي خان الأمة، وناس شافته مصلح ثوري أنقذ تركيا من التفكك. بس في حاجة محدش يقدر يختلف عليها، إنه عمل انقلاب كامل على هوية شعب في سنين معدودة. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن أواخر أيامه، إزاي عاش وإزاي مات، وهل فعلا اتلعن اسمه في المساجد بعد موته؟ استنوني، دي مش نهاية الحكاية، دي بدايتها.